فريق الوداد. نعم الوداد فريق صعب، جمهوره رهيب. الأهلي في ورطة حقيقية والأمر ليس سهلا. الحاجات اللي هي بتاعت دوريات الأوروبا والكلام دوت هم أكتر حد قريبين لأوروبا. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. الجمهور المغربي الشقيق اللي طبعا هيكون، فنتمنى ان شاء الله من النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني انه يشدوا حيلهم ولا يخشوا الحضور الجماهيري من الجمهور المغربي الشقيق اللي طبعا هيكون بيهز المدرجات عشان يدعم فريق الوداد. نعم الوداد فريق صعب وجمهوره صعب، جمهوره رهيب. الأهلي في ورطة حقيقية والأمر ليس سهلا. الحاجات اللي هي بتاعت دوريات الأوروبا والكلام دوت هم أكتر حد قريبين لأوروبا. محمد الخامس الملعب المرعب جدا هناك على ارضه بين جمهور، وجمهور المغرب محب لناديه جدا ولفرقته جدا وهيشجع وهيبقى بكثافه كبيره جدا. ومدربهم البلجيكي كان بيقول انا بتوقع يبقى في 60-70 الف في استاد محمد الخامس. لو الوداد وهو المباراه النهائيه اللي فيها الكأس ستكون في المغرب، وسيكون كأسا مؤلما للأهلي لو خسر بعد ده كله، بعد كل هذا المشوار، وفي آخر مباراة الأهلي لا يحرز البطولة. صعبة صعبة صعبة. قال لك أتوقع أن يكون في استاد محمد الخامس من 60-70 ألف متفرج. حقه. ليه؟ الجمهور هو الطاقة الإيجابية الضخمة اللي بياخدها أي فريق. يعني افرض انت مثلا عندك اللياقه البدنيه مش احسن حاجه، فتبقى بتعتمد على الجمهور وزائر الجمهور وتشجيع الجمهور يخلي اللعيب من جواه يطلع قد طاقته 2.5 مرات مثلا. فالجمهور يبقى ضاغط على لعيبه الاهلي، ضاغط على لعيبه الاهلي، فالجمهور دوره غير طبيعي. ضغط عليك ما فيش ثانيه. كنت عايز اسالك على الجمهور لانه انا حضرت الفاينل اللي فات في المغرب، ودايما بقول جماهير شرسه جدا 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 دون ان تؤذي المنافس. ده حقيقي. لكن الصفافير التشجيع ممنوع ان انت تباصي بسطين تطلع من ورا. ايه اللي ممكن يكون مدى تاثير الجماهير؟ الوداد جمهور صعب جدا جدا وقوي جدا جدا. هيروح للدار البيضاء يلعب قدام 80,000 مشجع مغربي متحمس. بس انا عايز اقول لك يا احمد، ده كتير قوي يعني. كتير. هو الاهلي يفوز هناك يا كابتن رياض؟ لا الاهلي نفس الكلام. لا مستحيل مع بعض كده. والله نفس مستحيل. الضغط هناك، الضغط بيبقى جامد جدا. لا واللعيبه ضغط جمهوري. انا سمعت ان التذاكر خلصت الجمهور هناك. بس على فكره ان شاء الله عليك هناك في اجواء هتكون صعبه جدا جدا قدام الجماهير المغربيه وجماهير الوداد بالتحديد، الجماهير القويه جدا جدا. الجمهور يرعب يعني. الاهلي يعني خطوه اقرب الى التتويج، فنتمنى ان شاء الله من النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني انه يشدوا حيلهم ولا يخشوا الحضور الجماهيري من الجمهور المغربي الشقيق اللي طبعا هيكون بيهز المدرجات عشان يدعم فريق الوداد. نعم الوداد فريق صعب وجمهوره صعب، جمهوره رهيب ويؤثر، ونخشى من الوداد على ارضه وسط الجماهير اللي عشرات الالاف هيكونوا موجودين في استاد مركب محمد الخامس بعد الفاصل. يعني انا ما عنديش مشكله، رايح العب الوداد على ارضه وسط جماهيره، الجماهير هتبقى مليانه، الجماهير هتبقى في ضغط عصبي من اول ما توصل واللاعيبه هيموتوا نفسهم، بس كمان ده عبء على اللعيبه. ولاعيبه الاهلي على الرغم ان احنا كسبانين هنا، بس لعيبه الاهلي هتروح هناك مهزوزه فقط. لا على الاطلاق. فنتمنى ان شاء الله من النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني انه يشدوا حيلهم. ابقى قاعد قلبي يقطر دما، ولكن قلبي لا يحدثني خيرا. انا قلت لكم الكلام ده من الدقيقه الاولى. هتلعب في اجواء صاخبه جدا، حماس شديد. ورغم انا عارف انه الاجواء هتبقى صعبه في كازابلانكا، وعارف ان جمهور الوداد والجمهور المغربي نتمنى دعواتكم للأهلي النهاردة لأنه فعلا ماتش صعب. الكل بيدعم الأهلي والكل خايف عليه.